السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله. متابعينا عاملين ايه؟ وحشتوني. انا جيت النهارده عايزة اعمل كذا حاجة في القلاية الفطار، فقلت ايه اطلع معاكم ونشوف فعلا حلو زي ما هما بيقولوا ولا مش حلوة. فتعالوا نشوف بقى احنا هنعمل ايه كده. انا اول حاجة هعملها فيها البومبار. تمام، انا هرص بقى البومبار كده اهو، رصيت كده بالمنظر ده كده اهو. بصوا البومبار رصيته، هديله رشة كده من السبراي الزيت بتاعي، اتاكد ان الكل بقى فيه تمام. وهدخله الاول حاجه على 10 دقايق وهشوف إيه الدنيا فيه. بسم الله. 10 دقايق على درجه حراره 200. شوف ايه اللي هيحصل. بصوا انا فتحت عليها بعد يعني 5 دقايق، لا عايزه تاخد لون تاني، نديها ونشوف ايه اللي هيحصل. تعالوا بقى ايه، انا بالنسبه لي كده كفايه. تعالوا نفتح على البومبار ونشوف شكله. بسم الله الرحمن الرحيم. جميل، لا حلو حلو. بصوا بقى، استنى امسكها لكم بالمسكه. طب والله جميل. بصوا بقى اللون عامل ازاي. انا اصلا بحمر على البوتاجاز، في طاسه على البوتاجاز بعملها عشان قلت ده مقلقه منه. هوريكم ده واوريكم ده، بس عايزه اقول لكم ان ده احلى من اللي على البوتاجاز بجد بامانه. استنوا بصوا بقى، بصوا اللي على البوتاجاز. استنى اطلع لكم واحد من هنا، اطلع لكم اتنين عشان تشوفوا. بصوا ده اللي ده طبعا اللي في القلايه، وده اللي على البوتاجاز. بس طبعا ده ما في الصحه ما فيش الا هو دوت يعني. معلقه زيت مرشوشه. بصوا، لا جميل، ابهرني في البومبار بجد، ابهرني. نيجي بقى دلوقتي نخش على البانيه. طبعا هو فاجئني بجد، البومبار فاجئني في القلايه. فتعالوا بقى ايه، نجرب البانيه بتاعنا الجميل. هنحط عليه رشتين سبراي وندخل. هنحطها على 10 دقايق ونشوف بعد 10 دقايق ايه اللي هيتم. يعني هنشوف بقى مع بعضينا النتيجة بعد كده. بس هي شكلها النتيجة برضو ايه، مبهرة. فنشوف كده مع بعض. برضو احطها على 5 دقايق. تعالوا بقى نطلع البانيه بتاعنا. تعالوا بس استنى احط لكم المايك بس. احط في الطبق. بصوا يا جماعه، انا هقول لكم بقى ايه البانيه ده. هستنتج لكم بقى منه حاجه. البانيه ده للي عايز ياكله من غير زيت، وهو يكون ايه، متبل. يعني انتوا فاهمين، هو عايز ياكله بس يكون متبل. اوريكم بقى البانيه. بصوا بقى، اقطعها معاكم، هنزل الكاميرا. بصوا بقى، تعالوا نقطعها ونشوف. نشوف مستوي ولا ايه. لا من ناحيه مستوي على الشعر يعني. بصوا بصوا، شوف بقى ايه الطعم. تاخد. بصوا، عايزه اقول لكم طبعا هو ما يتقارنش بالمحمر. يعني احنا هنتكلم لو هو حاجه صحيه يبقى هو ده. ملوش يعني هو ملوش علاقه بالمحمر صراحه. يعني انا عايزه اوريكم المحمر، ثواني اوريهولكم. بصوا انا طبعا محمره، يعني انا محمره وقلت دول هجرب. بص هو في فرق، يعني هو من ناحيه الفرق هو في فرق. دوت اللي نفسه ياكله بالبصومات والبيض بس عشان ما نتخنش، هيبقى دوت وهيبقى نفس الطعم. بس برضو في فرق هنا، ان ده طري طبعا شويه من الزيت، فده طري شويه. لكن في الطعم هو الطعم طبعا واحد، مفيش اي اختلاف. هو ده ناشف شويه عشان الزيت طبعا من غير زيت، دي طريه شويه عشان طبعا الزيت. بس انا هتكلم على حاجه صحيه طبعا، اللي في القلايه ما فيهاش اي كلام، ما فيهاش نقاش. ده كان فيديو حبيت اطلع النهارده اوريكم وانا بعمل بومبار. او ابهرني في البومبار، ابهرني بجد. طبعا البومبار بيبقى شارب زيت تحفه فيه. والبانيه الى حد ما جميل طبعا، على الاقل هو الاولاد هتاكل ومش هيتخنوا او في اي حاجه خالص. هتعمليه في السندوتشات وتحطي خس وتحطي طماطم، مش هيبان بينه وبين التاني. لو انت هتعمليه في سندوتشات مش هيبان، لكن احنا عشان هاكله جنب البومبار او جنب المكرونه فممكن يبان شويه. فلكن لو انت دخلتيه في اي سندوتشات مش هيبان نهائي. وبتهيألي الحاجه الصحيه مفيش احسن منها. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده. حبيت اطلع اشارككم عشان قلت لكم كل ما اعمل حاجه هطلع اوريها لكم.
يا رب اكون قدرت افكوا وقدرتوا تاخدوا حاجه مني، ويا رب اشوفكم في فيديو جديد من المطبخ. سالي صلاح، متنسونيش في اللايك والشير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.